سفاح المهندسين من عيلة كبيرة وغنية، وايه علاقته بسوزان مبارك؟ نفذ خطة هروب ناجحة من السجن وعمل عملية تجميل علشان محدش يقدر يتعرف عليه، وبعد ما تم القبض عليه قال لهم ان هو لو ما كانش اتمسك كان هيفضل يقتل في الناس لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي كان بيستمتع بيها. يا ترى مين السفاح ده وايه حكايته بالظبط وايه علاقته بسوزان مبارك؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. انا محمود طارق وده برنامج الحكاية ببساطة. احمد حلمي كان من عيلة كبيرة جدا وغنية، ولكن وهو صغير انفصل والده عن والدته وده سبب له بعض المشاكل النفسية، ومن ضمن المشاكل دي انه كان بيسرق، ولكن هنا ما كانش بيسرق علشان ان هو محتاج، ده كان بيسرق وبيقطع الفلوس اللي هو بيسرقها او بيديها للخدم بتوعه. كل ده واهل احمد ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن موضوع السرقة، لحد ما في يوم من الايام سرق الذهب بتاع ام واحد صاحبه، وكانت ساعتها فنانة مشهورة جدا، وهنا أسرة أحمد بتعرف وبتقلب عليه الدنيا، وبيخافوا طبعا على اسم العيلة، فبيقرر أبوه إن هو يبعده عن مصر نهائي ويسفروا العراق علشان يعيش هناك مع عمته. أول ما سافر أحمد اتطوع هناك في حرب العراق، وكان كل هدفه إن هو يتعلم مسك السلاح وإن هو يتعلم إزاي يتعامل بيه ويجرب إحساس إنه يقتل حد، لأن الشعور ده كان مسيطر عليه طول حياته. أحمد اتعرف هناك على صديق عمره اللي هيكون السبب بعد كده في ان احمد يتقبض عليه ويوصله لحبل المشنقة. صاحبه ده كان اسمه عاطف، واحمد اتعرف عليه في حرب العراق. وقتها اتصاب احمد برصاصة وما كانش قادر ان هو يتحرك، واللي انقذ حياته وقتها عاطف لانه شاله على كتفه ومشي بيه لمدة 6 ساعات لحد ما وصله الاسعاف. ومن اللحظة دي احمد اعتبر ان اللي عاطف عمله معاه يعتبر دين في رقبته، وبعد الموقف ده قرروا هما الاتنين ان هما ما يكملوش الحرب ويرجعوا على مصر علشان يبتدوا مع بعض عمليات السرقة اللي كانوا مخططين لها، وبالفعل يبتدوا هما الاتنين ينفذوا اكتر من عملية سرقة لحد ما عاطف يتقبض عليه في قضية مشهورة جدا. وهنا بتحصل المفاجأة وبيهرب عاطف من قفص المحكمة بعد ضرب نار شديد جدا، وبعد كده هرب على الصعيد، واللي رسم له خطة الهروب دي احمد حلمي. خد باله سلاح جوه رغيف عيش، فقام مطلعه العاطف فجأة وسط المحكمة، فحصل ذعر وخوف في المحكمة وقدر ان هو يهرب. ولكن بعد كام يوم قوات الامن بتقدر ان هي تقبض على عاطف وبيتم تصفيته. لما عاطف مات طبعا احمد انهار وفضل طول الوقت قاعد بيفكر انه عايز يرد له الجميل وفي نفس الوقت عايز ينتقم لصاحبه. وفي ليلة من ليالي رمضان وبعد صلاة التراويح على طول الناس بتسمع صويت طالع من عمارة في قلب ميدان لبنان، واحدة عمالة بتصوت بصوت عالي جدا وبتقول قتلهم امسكوه. الناس فجأة لقت شاب نازل جري من العمارة وماسك في ايده مسدس وعمال بيضرب نار على اي حد بيحاول ان هو يقرب منه. طبعا الناس كلها خافت واستخبت لحد ما احمد هرب، ولما الشرطة وصلت المكان طلعت الشقة لقت صاحبة الشقة مقتولة والخدامة مدبوحة في المطبخ والدم في كل مكان. كانت الصدمة هنا بقى لما عرفوا مين صاحبة الشقة دي. صاحبة الشقة تبقى زوجة رجل الأعمال المشهور حامد مندور، وتبقى بنت عم السيدة سوزان مبارك. طبعا هنا القضية اتحولت لقضية رأي عام والناس كلها بقت بتتكلم عليها، لكن في حاجة غريبة تاني شدت رجال المباحث، ان رجل الأعمال حامد مندور ذات نفسه ما كانش موجود وكان مختفي، وبعد ساعات من التدوير لقوا جثته موجودة في العربية بتاعته في أرض اللواء، وكان مضروب بالرصاص في دماغه وكان ميت. والتحقيقات ساعتها قدرت تكشف الخطة الذكية اللي حطها احمد حلمي علشان يتخلص منه، وكشفت كمان الدافع الغريب اللي خلاه يعمل معاهم كده. في الاول احمد راح الشقة علشان يسرقها ولكنه ما عرفش يخش الشقة، ولما حامد مندور عرف قدم بلاغ ان كان في محاولة سرقة لواحد كان عايز يسرق الشقة بتاعته ولكنها فشلت. فبعد يومين احمد راح لحامد وهو لابس لبس ضابط
ضابط شرطة وقال له انه جاي ياخدوا الاسم علشان يحققوا في بلاغ السرقة اللي قدمه. وفعلا ركب معاه العربية وهم في الطريق احمد طلع المسدس وراح ضربه في دماغه. وبعدها بنص ساعة رجع العمارة تاني بس من غير حامد مندور. قال للبواب ان حامد مندور موجود في الاسم دلوقتي وانه هو جاي يستجوب مراته في حاجات كانوا محتاجينها في التحقيقات. فطلع الشقة وبعد 10 دقايق بالظبط سمع البواب صويت جارتهم اللي شافت احمد وهو بيقتل صاحبة البيت والخدام. الشرطة ساعتها ابتدت ان هي تاخد مواصفاته اللي كان اكتر حاجة مميزة فيه ان هو طويل، ولكن برضه بعد تحريات كتيرة وبحث كتير ما قدروش ان هم يوصلوا، فغيروا زاوية القضية وبدأوا يدوروا في حياة القتيل ذات نفسه، واكتشفوا ان هو بلغ قبل كده عن مهندس كان بيهرب مخدرات جوه ماكينات المصنع. ولما المهندس اتحبس كان دايما بيقول ان حامد مندور هو اللي لفق له القضية وان هو مش هيسيبه. مين بقى كان صديق المهندس ده وهو في السجن؟ احمد حلمي. لما عرفت الشرطة مواصفات احمد حلمي لقوا ان هي نفس المواصفات اللي الناس قالتها بالظبط، فلما راحوا على بيته عرفوا ان هو متجوز ولكنه سايب البيت بقاله كام يوم هو ومراته. ولكنهم اثناء التفتيش لقوا ورقة صغيرة مقفولة وجواها رقم، الرقم ده وداهم لعمارة في المعادي. ولما راحوا هناك ووصفوا شكله للبواب، البواب اتعرف عليه وقال لهم ده الساكن الجديد اللي ساكن في العمارة في الدور التاني. والبواب قال لهم انه من ساعة ما جه العمارة منزلش منها نهائي لا هو ولا مراته، وبيرفض تماما ان اي حد يطلع له الشقة. وبالصدفة احمد كان طالب من البواب ان هو يشتري له علبة سجاير، فالظابط طلب من العساكر ان هم كلهم يقلعوا الجزم علشان لما يطلعوا مع البواب ما يعملوش اي صوت. وفعلا طلعوا معاه، واول ما احمد فتح الباب هجموا عليه كلهم وكتفوه، ولقوا ان هو كان ماسك في ايده قنبلة يدوية وجاهز ان هو يرميها. وكان في حاجة ملفتة جدا في وشه ان انفه كان ملفوف بشاش طبي، واعترف انه عمل عمليات تجميل علشان يهرب من البلد ومحدش يقدر يتعرف عليه. وبكل هدوء اعترف ان هو ارتكب الجريمة دي علشان الجدعنة وعلشان صاحبه اللي اتظلم، واعترف بقضايا سرقة كتير وكشف الغاز قضايا كتيرة جدا كانت مقفولة. وفي النهاية صدر الحكم عليه بالاعدام. وفي ليلة التنفيذ ظهر احمد حلمي وهو ساكت تماما بالبدلة الحمراء لدرجة ان هو رفض حتى ينطق الشهادة. هل تفتكروا احمد حلمي كان مريض نفسي وكان محتاج يتعالج؟ يا ريت تسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. ولحد هنا بيكون فيديو النهارده خلص. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.